الفيديو ده هيكون سبب في قطع عيشي. اصل انا بلخص كتب للي ما بيحبش القرايه او مش عاوز ولا قادر يقرا، بس هقول لكم دلوقتي ازاي تقروا اصلا بالمختصر المفيد. القرايه مهاره زيها زي السباحه مثلا او الرسم او لعب الكوره، ففي القرايه هتلاقي ناس زي مو صلاح وناس زي كده ما تعرفش عن الكوره غير انها مدوره. بس هل معنى كده لو حطيت قدامك كوره مش هتعرف تلمسها برجلك؟ فكلنا عندنا الاساسيات بتاعه القرايه. طب ليه في ناس ما بتحبش القرايه او ما بتستحملهاش؟ هنقول شويه مشاكل ممكن تكون لها علاقه بده، ونحاول نوجد حلول سوا مع كل مشكله. اول مشكله بتقابلنا ان في وقتنا الحالي ايقاع الحياه بقى سريع، مفيش وقت، والسوشيال ميديا سهلت الدنيا، لان القرايه في الاصل محتاجه صبر ووقت، ودي حاجات مش موجوده عند معظمنا. وممكن نحل ده باننا نخصص حتى لو 5 دقايق ميعاد مقدس هتفتح او تفتحي فيه كتاب ونقرا ان شاء الله لو فقره كل يوم. طب لو بقرا كتاب، ما انا ممكن ما افتكرش امبارح قريت ايه. لو بقرا روايه مثلا ده طبيعي في البدايه، بس احنا بنمرن هنا مخنا على مهاره محدده. عيد قرايه الفقره اللي وقفت عندها امبارح، هتلاقي نفسك بتفتكر وتكمل شويه بعدها، وكل ده زياده جوه ال5 دقايق. التمرين ده مش مهم بس للقرايه، ده بينشط مهاره الذاكره وممكن يزود مناعتك ضد امراض زي الخرف والزهايمر. تاني مشكله بتقابلنا ان في ناس كتير ارتبطت القرايه بالمذاكره، فبقوا بيكرهوا القرايه، بقت بالنسبه لهم مصدر قلق والم. ودي حلها جميل قوي. اربط الوقت اللي انت بتقرا فيه بحاجه بتحبها، شوكولاته بتاكلها وانت بتقرا، مزيكا بتهديك، مكان بترتاح وتستقنيس فيه. واحده واحده مخك هيفك الارتباط ده ويربطها بالحاجه الحلوه اللي انت ابتديت تعملها معاها، فتتحول القرايه من وحش مخيف لحاجه بتستنى تعملها. ثالث مشكله هي ان الناس بتحس ان القرايه ممله، مش بتشدهم. نرجع لمثال الكوره، لو انت ما بتحبش الكوره خالص، مش ساعات كده تلاقي ماتش مثلا المنتخب الناس متحمسه ومتجمعه وتحب تشاركهم مع ان انت مش فاهم ومش حابب اللي بيحصل اصلا؟ اللي اثار اهتمامك هنا نوع من الوطنيه ناحيه المنتخب، هو ده. انت لقيت هنا حاجه بتثير اهتمامك. الكتب برضو كده متنوعه، في روايات وانواع كتب من كل صنف ولون، كتب علميه، كتب ترفيهيه. دور على الحاجه اللي بتحبها هتلاقي كتب عنها، وابتدي اقرا من الحته اللي انت شغوف فيها. والله انا بحب البتنجان المخلل، هتلاقي كتب عن طرق مختلفه لتخليل البتنجان المخلل، اقراها. ومن هنا هتمرن مخك يدور على مجالات تانية تكون مهتم بيها وتقرا فيها. فتقرا كتب عن كيفيه زراعه البتنجان، ثم انواع التربه عشان تبقى في تربه مناسبه لزراعه البتنجان، ثم الطقس علشان خاطر التربه اللي انت هتزرع فيها البتنجان، والارض اللي انت هتبتدي تزرع فيها البتنجان عشان تعمل بتنجان مخلل، والكواكب علشان خاطر تشوف لو هتروح كوكب تاني عشان تزرع فيه بتنجان عشان يبقى فيه بتنجان مخلل. كل ده ابتدى من بتنجانه مخلله. المشكله الرابعه هي قله التركيز. انا ما بعرفش اركز 10 دقايق على بعضهم. هتاخد مقترحات حلول المشكله الاولانيه والثانيه اللي انا قلتهم في الفيديو، وده هيقلل من مشكله التركيز. مع الوقت ده هيزود مدى تركيزك وانتباهك، وده كمان هيساعدك تزود تركيزك في حاجات تانية غير القرايه. المشكله الخامسه ان مفيش حد بيشجعك على القرايه. اخلق حاجات تشجعك، خش جروبات قرايه ودي كتير، دور على واحد صاحبك او واحده صاحبتك تشجعك. اقرا على الموبايل لو بتكسب تقرا كتاب، وفي برامج كتير للموبايل وكتب متاحه على النت. يا سيدي اسمع اوديو بوك او اتفرج على حلقات البرنامج. المهم تخلق بيئه تشجعك تقرا. والحاجات دي كمان بتحل المشكله السادسه، ان الكتاب ما بقاش ورقي وبس، PDF على النت وابلكيشنز زي ابجد اللي بتوفر لك الكتب والكتب الصوتيه. ده اعلان. المشكله الاخيره بقى انك تكون مش عارف تبدا منين. هنا على القناه في اكتر من 70 كتاب متنوع، وفي قنوات تانية زي عصير الكتب والدحيح وسعداني في الحضاره وغيرهم كتير، هتلاقي في حاجه بيتكلموا فيها هتشدك ان انت تقرا عنها. دي المشاكل اللي ممكن تخليك ما تحبش القرايه. ازاي بقى اقرا؟ هتمسك الكتاب وتفتح اول صفحه وتقراها وتاني صفحه وكده. انا اسف معرفتش امنع نفسي من القلش، بس الحقيقه يعني لو هتقرا روايه او كتاب مترجم دور كويس على اسهل الترجمات، الابسط والاقرب للاصل. في ناس فعلا ممكن تقرا كتاب عظيم عشان المترجم قرر يلعبك الكلام او يستخدم لغه عربيه تقيله على القارئ المبتدئ ما يرضوش يقروها. وفي مترجمين عملوا من الفسيخ شربات حرفيا. اسال
واعرف ايه احسن الترجمات، وهتلاقي ان في مترجمين وجود اسمهم على الكتاب ممكن تكون اهم من اسم المؤلف. وانا اسف هنا انا مش هذكر اسامي عشان دي تفضيلات شخصيه، وكلهم مترجمين عظام شكرا ليهم على مجهودهم. ولو بقى بتقروا روايات لمؤلفين عرب، انا اسف مضطر اقول لك ما تجريش ورا الترند ولا حتى ترشيحات البرامج بتاعه الكتب، لانها في الاغلب بتبقى اعلان مدفوع. عقبال يا رب. الكتاب عامل زي البحر، اقلع وارمي نفسك فيه. لقيته منعش كده ولطيف، كمل عوم وقرايه. لقيت نفسك مش مرتاح، اقفله وعلم على الكاتب ده او المترجم ده انه مش من مفضلاتك. لو بتقرا بقى كتب من اصناف تانية، فالمترجم منها يتعامل بنفس موضوع الترجمه اللي قلته من شويه. ولو مش مترجم، لو في مجالك فهتبقى عارف اعلام المجال، فهتقدر تختار اللي تقراه. لو بره مجالك، اسال متخصصين في المجال ده. انا مجالي نفسي، فعارف اقرا لمين في علم النفس. رايح اقرا في الهندسه، اشوف واحد من اصحابي اللي بيكتبوا ENG قبل اسمهم واساله. في الطب، هشوف واحد من اصحابي المتمرمطين وبيعيطوا وما بعرفش اشوفهم من نبطشيات، هساله. وهكذا. خلاص عرفت الكاتب والمترجم والكتاب، افتح الفهرس لو فيه، شوف بيتكلم عن ايه، الحاجات اللي انت مهتم بيها جوه الكتاب ولا لا، العناوين في الفهرس شداك ولا لا. تمام؟ هو ده اللي انت عايزه؟ اقرا بقى النبذه اللي بتبقى في اخر صفحه في الظهر. لو شدتك او مكتوب راي حد وعجبك، افتح الكتاب وتوكل على الله. قسم الكتاب زي ما تحب، ما تضغطش نفسك تخلصه في وقت معين. حط مدى لعدد الصفحات اللي انت بتقدر تستوعبها، فقره، صفحه، 10، 20، وما تزودش عنهم غير مره كل اسبوع مثلا، عشان تدرب مخك يستوعب اكتر. وحاولوا تقروا، لو ما عرفتوش تعالوا قناه بالمختصر المفيد واتفرجوا، يمكن تساعدكم الفيديوهات اللي في القناه انكم تقروها. فتعملوا لايك وشير وتشتركوا على القناه، ده كده كده على فكره. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن.